فاضل على الفطار ساعة الا ربع تقريبا، بس حبيت انزل ستريت فوتوغرافي واقنع نفسي كده بالفطار. انا واحد بحب الفوتوغرافي ستايل غير الستريت فوتوغرافي. انا بحب الستريت فوتوغرافي لما جربته كام مره وطلعت بصور عظيمه جدا بالنسبه لي، صور حلوه جدا بالنسبه لواحد ما بيصورش ستريت فوتوغرافي اصلا، طلعت بصور كويسه جدا. فحبيت اعمل فيديو عن الستريت فوتوغرافي على القناه الاساسيه وكده. فعشان اعمل فيديو زي ده محتاج امارس اكتر الستريت فوتوغرافي، اتعلم اكتر عن الستريت فوتوغرافي. فبدات اخش افتح توتوريالز واتعلم اكتر عن الستريت فوتوغرافي، بحيث ان انا اتعلم عنه واعرف ابقى قادر ان انا اتكلم عنه واعبر عن الحاجات اللي انا عايز اتكلم فيها، ويبقى عن علم شويه، مش يبقى بس مجرد ان انا طالع اتكلم عن فوتوغرافي ستايل وخلاص. ليه واحد صاحبي في الستريت فوتوغرافي بسم الله ما شاء الله عليه يعني، ومصور صور عظيمه جدا، عرض عليا المساعده. جيت طلبت منه المساعده، رفض المساعده، رفض ان هو ينزل معايا وبتاع. فايتس اوكي يعني، اقدر اعمل الموضوع ده كله. انا كده كده في الخطه اصلا قبل ما هو يعرض عليا، قبل ما اعرف ان هو اصلا ستريت فوتوغرافر. كنت مخطط ان انا اعمل الموضوع ده كله لوحدي، بس لما عرض قلت ده يبقى شيء كويس. بس غير كده ننزل بس امارس الستريت فوتوغرافي، ناخد كام صوره كده، مش احسن حاجه الصراحه، بس في حاجات كتير جدا حلوه طلعت بيها قبل كده. بس هي الفكره بس انت بتمارس الموضوع عشان تبقى قادر تتكلم عنه، ويبقى معاك برضه بعض الاكزامبلز اللي انت مصورها وتبقى كويسه. الفيديو مش عارف هينزل امتى، الحد الجاي هينزل فيديو تاني خالص غير الفيديو بتاع الستريت فوتوغرافي، بس قريب جدا. دي كده مجموعة من الصور اللي انا صورتها النهاردة، واللي في الاخر اكتشفت ان في منها صور جامدة جدا. منها الصورة دي، الصورة دي بعد الايديت اعتقد ان هي هتبقى حاجة كويسة جدا لو اتعمل لها ايديت صح. والصورة دي كذلك بعد الايديت، اي نعم هي اندر اكسبوجر، كان المفروض نعدل السيتنج بتاعت التصوير عشان تطلع احسن من كده. بس اعتقد بعد الايديت الصراحة هتطلع حاجة جامدة جدا، خصوصا ان هي رو، فهيبقى عندي مساحة للتعديل. الصورة دي اعتقد ان هي تبقى كويسة برضو بعد التعديل وبعد ما يتعمل لها كروب وكده. وعندي الصورة دي كذلك، الصورة دي اعتقد، بس مش متأكد الصراحة زي الباقيين يعني، دي ممكن تطلع كويسة، ممكن يطلع منها حاجة يعني. اعتقد ان احنا في الاخر طلعنا بثلاث صور، دي ممكن يجي منها حاجة. فكده في الاخر ثلاث صور، اربع صور، نحاول اطلع منهم حاجه في الايديتنج. لو عايز تشوف كل الصور دي واكتر، ده اليوزر نيم بتاع الانستجرام، واللينك تحت في الديسكريبشن، في اول كومنت برضه هتلاقي الانستجرام بتاعي، روح اعمل لي فولو هناك. هتشوف كل الصور دي، هتنزل قريب جدا. وفي نفس الوقت كل الصور القديمه اللي انا مصورها بتاعت الستريت فوتوغرافي، البورتري فوتوغرافي، كل الصور اللي انا صورتها قبل كده هتلاقيها عندي على الانستجرام، اليوزر نيم بتاعي هنا واللينك تحت. بالاضافه الى ان في ريل هينزل يوم الاحد الجاي على الانستجرام. الريل ده مصوره السنه اللي فاتت، مصور 2 ريلز السنه اللي فاتت، هبدا انزلهم. في ريل هينزل الحد الجاي، وفي ريل هينزل الحد اللي بعده. ده بالاضافه ان انا في ريل مصوره السنه دي ما كنتش ناوي انزل ال 3 ريلز دول اصلا، فقررت ان انا فجاه انزلهم بسبب ان هم كويسين، بس هم في المستوى اللي انا وصلت له دلوقتي مش احسن حاجه. بس قررت ان انا انزلهم لحد ما اصور الحاجات الجديده اللي هي هتنزل الفتره الجايه. ففي 3 ريلز هينزلوا الفتره الجايه، في واحد منهم انتوا شفتوه، ففي 2 انتوا لسه ما شفتوهمش هينزلوا الفتره الجايه. اول ريل هينزل الحد الجاي، الريل اترفع خلاص، فالحد الجاي هيبقى موجود. ما تنساش انك تعمل لي فولو هناك. اوكي، انا كنت انهي الفيديو لحد هنا، ولكن في حاجه شاغله بالي جدا. لسه فاتح الانستجرام على البي سي دلوقتي، ففي اكتر من حاجه لاحظتها في الناس اللي بتبعت لي على الدي ام وكده. في اول حاجه لاحظتها ان في واحد بيبعت لي، مش واحد بس، في اكتر من حد باعت لي انا وكاتب لي اسمه، انا بي مثلا، انا ايه، وهكذا. طب انت عايزني ارد اقول لك ايه؟ فاهم؟ ابعت لي، ابعت لي اي حاجه تانية، فاهم؟ لكن انا كذا، خلاص يعني، خلاص انا هرد اقول لك ايه يعني. انا مش عارف الصراحه ارد اقول لك ايه، فاهم؟ واكتر من حد باعت لي كده يعني، مش واحد مثلا، لا في ثلاثه باعتين لي كده، انا وكاتب لي اسمه، انا وكاتب لي اسمه، انا وكاتب لي اسمه، ومنهم ناس مش عامله لي فولو اصلا. فصباح الفل يعني. الفكره بقى في الناس دي اللي هو ارد اقول لك ايه يا صاحبي؟ انت عايزني ارد اقول لك ايه؟ فاهم؟ لما تكتب لي انا واسمك، انا اسمك، انا اسمك، ايوه ارد اقول لك ايه؟ طيب اكتب لك انا احمد برضو يعني، بالعقل كده يا صاحبي. اكتب لي مثلا، وضح لي انت عايز ايه، فاهم؟ عشان اخش ارد عليك على طول، فاهم؟ مش انا كذا يعني. احنا بنضيع وقت، هنضيع وقت كتير جدا
بالرغم ان احنا ممكن انت تكتب لي انا كذا 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 وواحد اتنين تلاته، شفت مثلا المحتوى بتاعك عاجبني، مش عارف ايه مش عارف، اكتب لي كل اللي انت عايزه مره واحده، اخش ارد عليك مره واحده. لكن انا كذا هرد اقول لك ايه يعني؟ الصراحه الموضوع ده بيستفزني بطريقه غبيه، بيستفزني بطريقه غبيه جدا جدا جدا. في ناس بتخش تكتب لك انا كذا، ازيك يا احمد عامل ايه، انا شفت المحتوى عجبني. خش، ده شخص احترمه جدا. ليه؟ في وقت في النص كده هو اختصر ان احنا الاتنين نضيعه. رديت عليه الحمد لله، انت عامل ايه، شكرا جدا ان انت بتشوف وات ايفر الرد اللي انا برده يعني. بس ده واحد احترم نقطة الوقت واختصر الوقت. لكن لما تخش تكتب لي انا كذا، انت كده بتضيع وقت كتير جدا بيني وبينك. برغم انت ممكن تكتب لي انا كذا كذا ومش عارف ايه، اكتب لي كل اللي انت عايزه مره واحده، فاهمين؟ مش عارف انا غلط في الحته دي ولا لا، بس لو انتوا شايفين ان انا ممكن اكون غلطان في الحته دي والناس هي اللي صح، عرفوني تحت في الكومنت. ولو انا اللي صح يعني يا ريت الناس دي بجد بجد، لان ماشي انا هرد عليك وكل هرد اقول لك ايه، فاهم؟ فيا ريت تراعي النقطه دي.